5 إشارات الجسم بيبعتها لك، لو أنت تجاهلتهم ممكن تكون آخر رسالة تستقبلها في حياتك. آخر إشارة مهمة جدا لأنها تقريبا بتمس أكتر من 50% من الناس اللي بتسمعني دلوقتي، فخليكم معايا. أول حاجة ألم في منتصف الصدر. الألم ده ما بيكونش مثلا حرقان زي الحموضة أو نابض مثلا رايح أو راجع، ولكن هو بيكون حاجة تقيلة وقعت على صدرك، كأن بالظبط واحد وقف على صدرك. المشكلة الكبيرة إن هو بيجي أيوة وقت المجهود، مثلا وأنت طالع السلم أو أنت بتشتغل، بس برضه بيحصل وأنت قاعد تتفرج على ماتش كورة أو أنت قاعد على السرير أو حتى وأنت نايم. رقم 2، ألم بيشع في الدراع، في الرقبة أو حتى في الفك. تحس إن الألم مش بس موجود في مكان واحد، ولكن هو عمال بينتشر خصوصا في دراعك الشمال. رقم 3، ضيق نفس مفاجئ، حتى وانت قاعد مثلا على الكرسي او انت حتى نايم ما تقدرش تاخد نفس او بتاخده بصعوبة شديدة، تحاول انك تتنفس بس تحس ان في حاجة هنا مسدودة. رقم 4، عرق بارد مع إحساس بالدوخة وإحساس إنك عايز ترجع. في الحالة دي جسمك بيدخل في وضع الطوارئ، الحالة خطيرة جدا، رعب داخلي بس أنت مش مستوعب. رقم 5، وهي في وجهة نظري تعتبر أخطر علامة ممكن الشخص يمر بيها، وهي عادة بتصيب السيدات أكتر من الرجالة. السيدات بيجي لهم أعراض غير تقليدية بالمقارنة بالرجالة، وهي حرقان أعلى البطن. مفيش ألم في الصدر ولكن حرقان أعلى البطن مع شعور بالإجهاد، التعب. طيب انتوا هتقولوا لي دلوقتي إيه هي المشكلة؟ ليه هي أعراض خطيرة؟ لأن ببساطة ممكن أي واحدة أو أي حد يظهر عليه الأعراض دي هتقول مثلا أنا عندي حموضة، انا ما نمتش امبارح، اصلا انا اشتغلت النهارده كتير. ولكن الخطوره الكبيره ان ال5 اشارات اللي انا ذكرتهم دلوقتي هي بدايه ذبحه صدريه. القلب مش بيبعت لك رساله على الواتساب يقول لك ان هو هيتوقف بعد نص ساعه، العقد بتاعك خلص، ولكن هو بيبعت لك اشارات وحضرتك بتشرب شاي بالنعناع وبتدخل تنام. طيب الذبحة الصدرية هي ببساطة شديدة جدا هي نقص كمية الأكسجين اللي واصل للقلب، وزي ما احنا عارفين إن القلب ده عبارة عن مضخة بيضخ الدم في جسم الإنسان كله، بيمد كل الخلايا بالعناصر اللي هو محتاجها زي الأكسجينز مثلا أو الفيتامينز أو المينرالز أو حاجات كتيرة جدا الخلايا محتاجاها علشان تقوم بالوظائف الحيوية بتاعتها. أوكي، مش أي حاجة تانية للأسف الشديد، اللي بيحب هو المخ مش القلب. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان القلب بيضخ لنفسه عن طريق شريان احنا بنسميه الشريان التاجي او الكوروناري ارتري. هو بيدخل لنفسه الدم عشان برضو يغذي العضلة بتاعته، يغذي الخلايا بتاعته. الشريان ده بيحصل له انقباض او تصلب، يعني مثلا لو حصل له تصلب شرايين اوكي كميه الدم اللي واصله للقلب بتكون قليله جدا، يعني حرفيا البنزين اللي موجود في العربيه بيبقى قليل فالعربيه ما بتشتغلش. نفس الشيء في القلب، القلب يتوقف. المصيبه الكبيره ان هو القلب بيقعد يديك اشارات كتيره، الاشارات دي احنا بنسمعها او دكاتره العنايه المركزه او الطوارئ بيسمعوها من المرضى طبعا اللي عاش منهم. اوكي، لما بيعملوا كده انامنيزا فيقولوا له كده يا حاج حضرتك قبل ما تدخل المستشفى هل انت كنت بتشعر بكذا او بكذا او بكذا؟ المصيبه الكبيره بيكون كل الاشارات وصلت للشخص ده مره واثنين وثلاثه، والجسم عمال ينبه، الاشاره الحمراء في العربيه عماله تنور، مفيش دم واصل للقلب، من فضلك اتصرف. والانسان ايه في الطراوه خالص، مروق دماغه خالص وبيدخل ينام. فبتحصل بعد كده المشكله الكبيره اللي هي الذبحه الصدريه، وللاسف في ضحايا كتيره جدا بتموت يعني ما بتتلحقش في المستشفى. الصحة يا جماعة هي أهم شيء في حياتنا، هي الهبة اللي ربنا اداها لنا في الدنيا. أرجوكم حافظوا على نفسكم، أرجوكم لو أي حد منكم حس بأي إشارة من اللي أنا قلتها فوق ما يدخلش ينام، ما يتجاهلش، ولكن يروح للمستشفى. أنا دكتورة سيلين، تابعوني لو حابين كل يوم تسمعوا معلومة طبية علمية نفسية أكيد هتغير حياتنا للأحسن.